بسم الله الرحمن الرحيم. كان الأمير بيتفقد أحوال الرعية، فوجد فلاح يزرع نخلة، فذهب إليه: أنت تزرع نخلة وهي تظل سنين حتى تطرح الثمر، فكيف وأنت رجل عجوز قد تجاوزت 80 عاما؟ فقال له: زرع غيرنا لنأكل، ونحن نزرع ليأكل من بعدنا. هي دي يا أخوانا العطاء، وهو ده الهدف ان احنا المفروض كلنا نسعى ليه، ان يكون عندنا حب العطاء، ويكون عندنا تواصل الاجيال، ويكون عندنا حب الغير، ونعمل لكي نكفي انفسنا ونكفي غيرنا. يعني ده معناه الحب، المصلحة العامة للجميع وحب الخير للجميع، وهو ده ما يسمى بالتنمية المستدامة. التنمية المستدامة هي استغلال الموارد لنا وحفظ حق الأجيال القادمة علينا، وده تواصل الأجيال.